بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. صدق الله العظيم، وصدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. إلهي لك الحمد حمدا يليق بحمد ذاتك بذاتك لذاتك في كتابك. لك الحمد أنرت بوحيك البصائر فأزلت به الظلم، وعلمت الإنسان بهديك ما لم يكن يعلم. سبحانك. لك الحمد قسمت الأرزاق والأقدار بحكمتك وأنت خير من قسم. سبحانك. أقسمت بالليل والنهار وبالضحى وبالفجر وأنت خير من أقسم. لك الحمد صليت وملائكتك على سيدنا محمد وأمرتنا بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب مسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، في مستهل نقل الإذاعة المصرية لصلاة فجر 22 من جمادى الآخرة من عام 1447 من الهجرة، الموافق 13 من شهر ديسمبر من عام 2025 من الميلاد. أيها الإخوة المؤمنون، هذه سويعة طيبة مباركة فيها خير عظيم وفضل عميم، فالذي يوفقه الله تبارك وتعالى لصلاة الفجر فهو في ذمة الله طوال يومه، في رعاية الله ووقايته. وفي مستهل لقائنا اليوم أيها الإخوة المؤمنون، سنعيش في مستهل أنوار كتاب الله بالاستماع لآيات بينات من سورة الزمر، من الآية 32 وحتى الآية 52. نفتح المصاحف مع قارئنا اليوم. أنوار الآيات ستأخذنا إلى العديد من المعاني الربانية الجليلة والإرشادات العظيمة. ففي هذه الآيات البينات الحق تبارك وتعالى يوضح لنا خطورة الافتراء على الله تبارك وتعالى. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون من هؤلاء. في هذه الآيات أيضا، ومن بين جنبات هذه المعاني الربانية الجليلة، في الآيات التي ستتلى علينا بعد قليل، بيان يوضح عاقبة من يعرض عن الحق تبارك وتعالى. أيضا ستوضح الآيات ثواب الصادقين، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. في الآيات أيضا بشرى للتائبين المقبلين على رب العالمين بتوبة بإذن الله تكون مقبولة منا جميعا. في هذه السويعة المباركة معان جليلة عظيمة ربانية في هذه الآيات من سورة الزمر. أيضا في الآيات حديث عن الأرزاق، فالله سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، يوزع الأرزاق بحكمته وبفضله وقدرته ومغفرته. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.